على ما أظن كلكم سمعتم عن دمية لابوبو، الدمية الذي جابت شهرة كبيرة في آخر فترة يعني، وسبب الضجيج أكثر حتى من ضجيج كوب الماء لما يسقط في منتصف الليل، ثم يسمعك أبوك ويجي يفشخك. ولأني أنا يعني بحب أتكلم عن أي حاجة ما بحبها، قررت يعني أتكلم عن دمية لابوبو هذه وشو سبب شهرتها وليش الناس بتحب هذه الدمية يعني. وليكون في علمكم يعني الدمية هذه جابت أرباح كبيرة في السوق، جابت حوالي 410 مليون دولار، هكذا دولار أمريكي على حسب ما أظن. يعني دمية لابوبو كانت تقدم زي دمية مجانية، يعني كل ما عليك فعله زمان في 2019 يعني كان المفروض تشتري دمية أو تشتري لعبة من أحد شركات الألعاب الصينية وتحصل يعني على دمية لابوبو بالمجان. يعني اشتري شيء وتحصل على شيء مجاني، يعني باختصار من دمية مجانية إلى دمية لازم تبيع كليتك علشان تشتريه. بس الشيء الذي خلى دمية لابوبو تنشهر هي أحد الممثلات الكوريات، حملت دمية لابوبو وعلقتها في الحقيبة تبعها، ولما كانت تتمشى الناس شافوها واعجبوا بهذا التحفة الفنية. يعني الممثلة هذيك سوت اعلان مجاني لدمية لابوبو، واصبحت اسعار لعبة لابوبو من بين 15 دولار الى 150 الف دولار. اوكي، ماذا عن شائعات شبح لابوبو؟ يعني هل حقا دمية لابوبو مسكونة او فيها جن؟ وهذه صراحة شيء اكيدة. انا صراحة بعرف حد جاه سكن لابو سكن. كل هذه الشائعات مجرد كذب على كذب. ما في جن، ما في عفريت، ما في ولا شيء، مجرد دمية قطنية عادية جدا. سعرها بس غالي. وإذا كان يعني بدك تشتري دمية عادي اشتري، ما تخاف من ولا شيء. بس إذا كان عندك 150 ألف دولار اشتري لي معك واحدة وابعتها لي. أوكي، تشاو.